حكاية السر اللي كيجمد الدم في العروق مع با علال الحطاب. اليوم بدات قصتنا في واحد الدوار بعيد بين الجبال والخلا. البطل سميتو با علال الحطاب، راجل كان كيعيش بوحدو قليل الكلام، كان ديما كيقطع الشجر غير بالليل حتى حد ما فهم علاش. كان ديما مغوبش، ما كيضحك لا في وجه صغير ولا كبير. مره كيبان بحال كيهضر مع شي حد وشي كلام ما مفهومش. المهم با علال ما كانش غير حطاب عادي، كان الناس كيلاحظوا عليه انه عمره ما قاس شجره الزيتون، كان كيحطب غير الشجر الميت الا ديك الشجره العوجه اللي في طرف الغابه. كان كيمشي عندها يوميا باش يهضر معاها ويرش عليها الماء والملحه الحيه، حيت هذه قبل من 30 عام في واحد الليله كانت فيها الشتاء كثيره. با علال كان كيحفر تحت شجره الزيتون العوجه، وكان كيدفن واحد الصندوق ديال الحديد مصدي. قبل ما يغطيه بالتراب شاف فيه واحد الشوفه ديال الخوف والندم، وحلف بلي هاد الصندوق ما يخرج حتى يولي هو تراب. مات با علال واللي خاف منه وقع. جات عاصفه قويه طيحت الشجره العوجه. عرفتي اش لقاو في يدين با علال نهار مات؟ لقاو وشم غريب على شكل ميزان وفي وسطو الفعه. ناس الدوار ما لقاوش تفسير نهار الجنازه. نرجعوا للشجره العوجه. الدراري الصغار كانوا كيلعبوا ولقاو الصندوق وفيه نفس النقشه اللي كان واشم با علال. غير فتحوا الصندوق بدات كتخرج شي حاجه غريبه، لدرجه البيار ديال الدوار بدات كتنشف والبهايم كتهرب. الناس ولاو كيسمعوا صوت با علال كيهضر معاهم، وفي الحلم كيطلب منهم باش يسدوا الصندوق. ولكن فات الفوت. 3 من دوك اللي حلوا الصندوق ما بقاوش كيهضروا. شافوا خيال الحطاب وشي ناس قالوا شافوا بصمه اليد المحروقه. شي احداث بدات كتوقع للدوار في شكل لدرجه واحد البومه من نهار تفتح الصندوق ما كتقطعش من الغوات والصياح، كتمشي حتى لديور كبار الدوار. تخيلوا معايا واحد من بين دوك الدراري الصغار اللي لقاو الصندوق اختفى ليلتين ورجع هو كيهضر بلغه غريبه، ما كيعقل على والو، كيقول جمله واحده: الحق خصو يرجع لمو عليه، الحق خصو يرجع لمو عليه. المهم الناس ديال الدوار كاملين تجمعوا، جابوا الفقيه ديال الدوار، كان كيحسب لهم الصندوق فيه كنز ولا شي سحر قديم. الصدمه ما كان فيه والو، كان فيه غير صور قديمه ورسائل كتمحي هويه الدوار كامل، وسفرتيت ديال واحد الحجر وريحه العرعر مجهده. هادشي من غير داك الكناج القديم ديال سلطات الاستعمار القديمه، وحتى واحد الخريطه تصاور ديال الناس كيشبهوا سكان الدوار ديال دابا ولكن باسماء اخرى. المهم با علال بوحدو اللي كان عارف الدوار اصلا مبني فوق مقبره قديمه، مقبره جماعيه اللي ناس ماتوا في واحد الليله كحله. المهم كانوا واحد الناس لقاو واحد الكنز ديال الذهب الخالص في مغاره قريبه، وبدل ما يتقاسموه بالعدل دخلوا في مدابزات ومشاحنات. الجيران ولاو اعداء. ديك الليله كلها رجعت الدم، مأساة جماعيه، كاع ناس الدوار ماتوا بسبب لعنه الطمع. با علال كان دخل مع الفجر، بان ليه الدم وديان كتيره، الدنيا ساكته، المنظر كان بصح كيبكي. داز الوقت قليل، الارض شربات كاع هذاك الدم، الارض دفنات الموتى. با علال طاح لراسو بلي الا دفن الصندوق عمر الفتنه تنوض في الدوار، والتراب راه كيستر العيوب. ودفن حتى ديك الشجره الملعونه اللي بيها حفروا باش لقاو داك الكنز، اللي هي اصلا كانت حجره من نيزك طاح في ديك الغابه المنسيه قرون هادي. سرها انها كتعرف ريحه الطمع، وهي السبب اللي كان كيشت اللي قتلات اهل ديك القبيله. با علال كان شريف، كان ديما على البال. من قاس الحجره مع الفجر مدات منه لا حق لا باطل، واستراها بسيف كحل ودفنها مع الصندوق. حط الصندوق في التراب. صوت الفاس وهو كيضرب في الارض كان كيتسمع بحال دقه القلب. كان با علال كيحفر وهو كيبكي، ماشي على شي حاجه ولكن على الجيران والصحاب اللي ضاعوا في ليله ما فيهاش ضوء القمر. الشتوى كتصب وكتمحي اثار الجريمه. المهم ناس الدوار عرفوا بلي خصهم يديروا ذبيحه الصلح اللي هي رد الاعتبار باش ما يتهجروش من اراضيهم. قرر الفقيه وكبار الدوار يجمعوا الناس الدوار عند الشجره العوجه ويصدقوا ذبيحه بنيه الصلح، وداروا عهد على راسهم باللي عمرهم يحاديو الشجره العوجه.
بناو ساقية وغير تفتحات الساقية بدا الماء كيخرج. رجعوا البهايم ورجعت الضحكة لوجوه الدوار. مشات اللعنة رجعوا البيار، والناس حسوا بواحد الراحة غير مسبوقة ما عمرهم حسوا بيها. الصوت اللي في الحلم مشى. با علال ضحى بالسمعة ديالو براسو وعاش محقور. كان هو الحطاب وكان هو البطل. عمرك تخلي المظاهر يغروك. تلاقاو ان شاء الله في قصة جديدة مع قصص جدواتنا القدام. شنو رأيك في القصة؟ واش كنتي في بلاصة با علال كنتي غدير هادشي كامل؟ واش كنتي غتضحي براسك وتخلي سر مدفون وتعيش ديما محقور؟